عشية عيد الأضحى المبارك كثفت مختلف الجمعيات الخيرية على غرار جمعية جزائر الخير من نشاطاتها التطوعية في هذه الأيام المباركة من خلال توزيع الأضاحي، وكذا القفة تحتوي على مواد غذائية ناهيك عن تقديم ملابس للعائلات المعوزة والفقيرة من أجل إدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تسارع جمعية جزائر الخير على مضاعفة نشاطاتها في هذه الأيام المباركة من خلال توزيع كبش العيد على العائلات المعوزة، وكذا قفة تحتوي على مواد غذائية ناهيك عن تقديم ملابس للفقراء. جزائر الخير أطلقت مشروعها عبر أكثر من 40 ولاية في هذه الأيام. شباب الخير ونساء الخير يتحركون من أجل تحقيق هذه الأمنية. نستهدف حوالي 10,000 عائلة بحول الله عز وجل، وكذلك في جميع مكاتبنا انطلقنا من البارحة في توزيع الأضاحي والملابس والمواد الغذائية على مستوى المقر المركزي. عملية الأسبوع الماضي والبارحة واليوم أيضا 100 قفة، وربما بعد غدا وبعد الغد أيضا. العائلات المعوزة والفقيرة عبرت عن فرحتها لما تقدمه هذه الجمعية الخيرية، والتي تسعى في كل مرة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الفقراء ليعيش أفرادها فرحة العيد كغيرهم. يعطيهم الصحة وتبارك الله في الجمعية تاعنا، يعطيها الصحة وتبارك الله فيها، وربي يخليه لينا إن شاء الله. هذا ما نتمنى وليدي. المبادرة هامة جدا جدا، وراهم فرحوا بنا وقاموا بنا وعطونا واش اللازم، ونشكرهم بزاف بزاف، ونشكر الجمعية ورئيس الجمعية، ونتمنى المزيد في المستقبل. جمعية جزائر الخير هي واحدة من الجمعيات القليلة التي أخذت على عاتقها تجسيد العمل التضامني ومساعدة الفقراء، فهل تنتهج آلاف الجمعيات خطاها لضمان إدخال البهجة في قلوب الفقراء؟